ذنوب مش هتغتفر في رمضان مهما صمت ومهما صليت ومهما صليت القيام وصليت التراويح وتصدقت واستغفرت. حتى كمان لو طلعت عمرة في رمضان، الذنوب دي عمرها ما هتغتفر، ولا ربنا هيمحيها من الصحيفة بتاعتك وهتتحاسب عليها. الا وهي الذنوب اللي انت عملتها في الناس. اي ذنب انت عملته في اي حد، اي ظلم انت ظلمته لحد، اي اذى انت اذيته لحد، اي كلمة انت قلتها عن حد، اي حاجة من الحاجات دي لو انت قلتها وظلمتها وظلمت واذيت وعملت كل الكلام ده، والشخص المأذي ما سامحش وعفو عنك، مهما عملته، مهما طلعت صدقات، ومهما استغفرت، ومهما صليت، ومهما دعيت، ومهما عملت كل حاجة، الذنوب دي معلقة في رقبتك ليوم القيامة لحد ما الشخص اللي قدامك يسامح. وسماح الشخص اللي قدامك ده اللي انت اذيته ده مرهون بمدى تقبله للاذى ده، او مدى ان الاذى او الظلم اللي وقع عليه ده ممكن يكون سبب له ايه في حياته. فراجع نفسك كويس قوي. في ناس كتير بتشتكي وبتقول في دعوات كتير قوي مش بتستجاب. ممكن يكون ذنب انت عملته في يوم من الايام في حق شخص كان هو السبب الاساسي والرئيسي في عدم قبول الدعوة دي. انا مش بفتي ومش بقول كلام معرفش، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن فعلا يوقف رزق حد او دعاء حد علشان خاطر الظلم ولا لا، بس هو الاكيد اللي اكيد اللي اكيد ان مهما كان عملت، الذنب ده هيفضل معلق في رقبتك ليوم القيامة، وقد يكون السبب في عدم دخولك الجنة اصلا.